بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. وفيديو النهارده طالع أتكلم عن حاجة قوية جدًا عملناها الفترة الأخيرة أنا و2 من أصدقائي، وهي مشروع embedded. مشروع embedded الembedded systems عامةً بشكل عام. يعني إحنا كان عندنا صفر خلفية عنها في الفترات اللي فاتت. يمكن الحاجة الوحيدة اللي اضطرينا فيها نتعامل مع قطع hardware كانت مادة الdigital logic، كانت مادة عندنا في الجامعة. بس بشكل standard جدًا، بتجيب الbread board بتص عليها لمبة ومش عارف في حاجات كده ضئيلة جدًا وبشوية resistors مش عارف إيه، وتجيب power source أيًا كان بقى بطارية، في الأغلب هي بطارية يعني اللي هي 9 فولت المعفنة دي وشكرًا. دي كانت كل معلوماتنا عن فكرة الhardware بشكلٍ ما يعني. طبعًا معلوماتنا شِبه صفر والكلام ده كان في سنة تانية، دلوقتي إحنا في رابعة، فالمعلومات اللي أنا اكتسبتها اللي هو إن أنا إزاي أوصّل بطارية أصلًا دي اختفت. أنا لا عارف البيت بورد باشا شغّال إزاي، ولا عارف إيه الseries وإيه الparallel ويعني إيه الدايرة تبقى مفصولة والدايرة تبقى مقفولة، ما أعرفش حاجة. فوقع الاختيار المادة دي كانت مادة يعني ينفع نختارها، فوقع الاختيار على المادة دي، بحيث إن إحنا ما كانش عندنا أي خلفية ولا اتعاملنا يعتبر قبل كده مع hardware، فكنا حابين إن إحنا إيه، ناخد التجربة أو نخوض التجربة دي، واخترنا مادة الembedded systems. والموضوع بقى طبعًا أكبر بكتير، بدأوا معانا من الصفر. يمكن دي من أمتع المواد اللي خدناها في الجامعة. قدرنا بعد انتهاء بقى الفترة التعليمية اللي في الأول، إحنا بنتعلم sensors، الsensors بقى إزاي الsensors بتشتغل تcommunicate مع بعض، مش عارف إيه والقصة دي كلّها، وتاخد منها قراية، تاخد القراية الanalog بتاعتها تحوّلها لقراية digital، القصة دي كلّها. قدرنا إن إحنا نعمل مشروع نوعًا ما حاجة valuable وذات قيمة فعلًا. ممكن تكون مش هتبقى حاجة عملية، ده الطبيعي، بس كconcept هي كانت ممتعة جدًا. وكانت تجربة مكلفة جدًا برضه. يعني عايز أوريكم العدة، أنا عايز أجيب العدة ثانية، أنا هاروح أجيب العدة وآجي. قصدي العدة هنا في ده، فهاروح أجيبها ثانية واحدة وآجي. دي شنطة العدة، تمام. دي شنطة صغيرة جدًا، دي أصغر شنطة. الموضوع عبيط جدًا، تمام. أرجو بس إن الفوكس يكون جايبها إن أنا عامل أصلًا lock للفوكس على وشي. فيها شوية حاجات بقى، يعني دي حاجة كنا بنتعامل فيها مع الdigital logic. مش عارف شوية لُمَض، يعني لمبات يعني كده LED، اللي هي الحمرا والبيضا والكلام دوّة، تمام. شوية resistors، دي كانت كل معلوماتي بجد. دي resistance مش عارف 220، طبعًا الفوكس مش جايب، بس يعني مش مهم. شوية حاجات كده، يعني شوية حاجات أنت بتفتح، تمام. دي البطارية، بطارية 9 فولت، تمام، اللي كنا بنشتغل عليها. دي الباتري كيت، ده بيحوّل، ده بقى بدل ما أنت توصّل، أنت الطبيعي بالطريقة المعفنة البدائية هتاخد دول طرفين، هتاخد سلكين تلزقهم هنا وتشد وتحط، تمام. طبعًا الكلام ده إيه، مش شغال. ففي اختراع جميل معمول، اللي هو دي القطعة دي، تمام. نفكها. القطعة دي عبارة عن يعني موديول، أو ما أعرفش اتسمى موديول والّا لأ والله، مش عارف. المهم البتاع دوّة، تمام. جواه الشيء دوّة، ده حاجة بتنزّل الفولت اللي هو ده. الفولت الفولت الخارج من هنا 9 فولت، دي بتحوّله ل5 فولت، لإن أغلب القطع اللي بتبقى معاك بتشتغل على 5 فولت مش 9. فبتركب هنا بالطريقة اللي هي كانت راكبة بيها دي، اللي هي كده بس. وده بيعشّق في البريد بورد، وبقى بطريقة بروفيشنال جدًا بزرار تشغّل وتطفي الباور، تمام. ده مُفك. وفي بقى بُص بقى في هنا إيه، شغل روِش بقى. دي بقى بتتفك كده يا ريس. طبعًا عشان مش مروّق الدنيا، ففي شوية زبالة، دي سلوك عادي. في بقى دي الحاجات اللي إحنا كنا بنشتغل عليها يعني. لحظة بس كده هنا. بُص بقى إحنا عندنا إيه، أنا كل ده أنا ما وريتكش المشروع، أنا بس إيه، باسخّنك يعني. أهو، دي شوية الريموت، مش عارف، joystick بتاع PlayStation 2 اللي هو في الدراع، شوية أسلاك، شوية أسلاك. طبعًا أغلب السنسورات والحاجات المعقدة، ده البتاع بتاع الأسانسير، اللي هو بتاع الscan بتاع الشفرة. حتى الشفرة أهي، ما أعرفش باينة والّا لأ، بس هي الشفرة أهي، وهكذا يعني، وهكذا، تمام.
في شوية شغل والفك ده مش بتاعي، الفك ده بتاع صاحبي، الفك ده بتاع صاحبي، أنت نسيته معايا يا صاحبي، هادّيه لك بُكرة. ففي شغل يعني في شغل تمام، بس فكك من كل ده، كل ده إيه، كلام مش مهم تمام، لإن اللي قدرنا نطلع منه من العلبة دي بقى إيه، مشروع تاني تمام، أو مشروع valuable واللي شاف الفيديو اللي فات عرف إيه هو المشروع، بس اللي شافه واللي ما شافوش إيه، هيعرف في الفيديو ده. نشيل الكلام دوّة، إيه بقى المشروع يا باشا؟ تعالَ كده يا صاحبي، ها هو المشروع بتاعنا، هو البتاع ده تمام، بتاع أبو عيل ده. دي عصاية تمام، عصاية عادية جدًا تمام، عادي اللي هي العكاز عادي تمام، بس ده عكاز رديء شوية. يعني المفروض إن هي عصاية للمكفوفين، بس عشان التليفون اللي أنا المفروض هاشرح عليه حاجة قاعد بيزن، فأنا عايز أقفل الصوت بتاعه بس، تمام. دلوقتي دي عصاية للمكفوفين تمام، إيه الآلية بتاعتها؟ عصاية عادية جدًا راكب فيها هذا البوكس، هذا البوكس جواه كل القطع، طبعًا أنا مش هاقدر أفكه لكم تمام، لإن هو لو اتفك أنا ما اضمنش إن الحاجة تفضل سليمة تمام، فأنا هابقى باعرض لكم صور على مدار الفيديو ليه بقى شكله وهو مفصول وهو يعني فيديوهات لو في فيديوهات مش فاكر، بس أظن صور بقى أثناء مرحلة التركيب والحاجات البدائية دي، بس ده الfinal look للprototype للعصاية دي، العصاية دي بتساعد المكفوفين تمام، إيه الفكرة منها؟ الفكرة منها ببساطة إن أنت عندك العصاية راكب فيها هذا البوكس، هذا البوكس ده جواه ultrasonic sensor، الultrasonic sensor لتحديد المسافات طبعًا. ده بيحدد لك المسافة زي سنسور العربية، وأنت بتركن بيورّيك هتخبط في الحاجة، بيقعد يزمّر جامد أوي لو أنت قرّبت جامد أوي وهكذا، طبعًا مش ده اللي بيزمّر تمام، مش ده اللي بيزمّر، ده اللي بيحدد لي المسافة، ده اللي بيحدد لي المسافة، مين بقى اللي بيزمّر؟ ده البتاع الأسود ده اسمه buzzer، ده بس مهمته إن هو بيطلّع صوت حسب ما هتبرمجه بقى، حسب ما هتبرمجه ده بيطلّع صوت بناءً على إيه، أيًا كان، فإحنا عاملين إن هو بيطلّع صوت في حالة إيه، الwarning أو الdanger اللي هيطلع من هنا، تمام، في حاجة تحت هنا تمام، ده smoke sensor، الsmoke sensor دوّة هدفه إن هو يلقط لو في تسريب غاز والّا حاجة لا قدّر الله. عندنا إيه تاني هنا، عندنا هنا الناحية التانية تمام، وهنتكلم على الswitch ده، ده اللي بيشغّل بالمناسبة يعني، ده temperature sensor ماشي، ده temperature sensor تمام. عشان يقيس درجة حرارة الجو، ده كان بديل لflame sensor، إحنا كان عندنا flame sensor بس الflame sensor ده كان بايظ، هو تقريبًا مرمي في العلبة تمام، الصوت كان بايظ، فإحنا بدلناه بtemperature sensor إن إحنا مش عايزين إيه، نشتري flame sensor تاني، حصل خير يعني. كل ده بقى، كل ده تمام، هاشغّلها لكم ما تخافوش هاشغّلها لكم في الآخر. كل ده طالع منه الbox ده لو خدتوا بالكم في هنا خرمين طالعين، عامةً الأخرام دي ليها قصص كتير، العلبة ما جاتش كده، إحنا اللي قعدنا نخرّم شنيور وبتاع أنا والرجالة. آآ طالع سلكين من هنا تمام، أو يعني سلكين طالعين على الشيء ده، الشيء الصغير العبيط ده vibration motor، والغريب إن هو بيvibrate وبيvibrate حلو كمان، حتة حرفيًا برشامة الدوا أكبر منه، بيvibrate كويس جدًا، وعندك هنا زرار لا يمكن يبان، بس ده كده بان شوية، ده زرار لو دوست عليه بيtrigger يعني إيه، يtrigger إن الراجل ده في مشكلة، إيه، بيبعت على طول. الآلية اللي هو شغال بيها ببساطة إن إحنا دلوقتي عندنا الزرار دوّة متوصّل على بطاريتين 7 و3، 7 و4 فولت، البطارية الواحدة 3 و7 فولت، اللي هي بطاريات الليثيوم اللي هي الصُباع دي. البطاريات دي برضه دخلنا معاها في حوارات كتير جدًا، فده السويتش ده بيشغّل السيستم كُلّه أهو، بسم الله تمام، المفروض يشتغل أهو، هو كده مش شايف حاجة فمش بيصيح، كده هو إيه، حاسس بإيه، خطر. تمام، بُص بقى، أنا المشكلة إن أنا خايف لمّا وأنا باعالج الصوت ده يختفي، بس إن شاء الله ما يختفيش. بُص، أهو كده هو إيه، أنت قرّبت أوي تمام، طبعًا في فيديو هاعرضه لكم بيsimulate الموضوع ده بطريقة أفضل يعني، بس عشان مش هاقعد أتمشى دلوقتي. Danger. Obstacle ahead. More danger. Obstacle ahead.
Warning. Obstacle ahead. Danger. Obstacle ahead. Danger. Obstacle ahead. Warning. Obstacle ahead. Emergency. SOS panic button pressed on the cane. Smoke or high temperature detected. بس يعني إيه كده أهو. طبعًا العصاية دي بتكبر، العصاية دي معفنة يعني دي عصاية ب150 جنيه تقريبًا، بس هي وهكذا الحال. طبعًا بس اقعد ساكت، اقعد ساكت. بس اللي أنا كنت عايز أوريه لكم، أو مش هتعرفوا تشوفوه، ده حاجة تتحس، إن الvibration motor ده إيه فكرته. دلوقتي أنا لمّا باخش في الdanger zone، أنا عايز يبقى في كذا feedback للشخص اللي بيستخدم العصاية دي، فبدل ما هو في صوت بس بيطلع، لأ أنا كمان عايز بما إن هو ماسك العصاية already على طول، فالvibration motor دوّة بيتهز، فبالتالي بيسمّع في العصاية. هو كان الخطة إن هو يتحط جوّه البتاعة دي نفسها، بس إحنا كسلنا نخرم فلزقناه من هنا وخلاص. وفي الزرار دوّة، بس يا حبيبي، في الزرار دوّة، الزرار ده طبعًا هو السيستم ده كلّه مربوط بالموبايل، تمام، هاوريه لكم دلوقتي. بيطلّع كل القرايات اللي بتتقري من هنا بالموبايل. في بلوتوث موديول محشور جوّه العلبة دي، البلوتوث موديول ده قرفنا شوية، بس هو بيتوصّل بالموبايل وبياخد كل القرايات اللي بتطلع من هنا. بالمناسبة في هنا أردوينو أونو بالمناسبة، هو اللي بيدير الليلة دي كلّها. آآ كل القرايات دي بتتبعت بالبلوتوث موديول على جهاز موبايل، وجهاز الموبايل دوّة هو اللي مسؤول عن إرسال لو في مشكلة للشخص اللي هو الcaretaker أو الشخص اللي هو بيعتني بالشخص الضرير أو الكفيف. فبالتالي الزرار ده لمّا يتداس عليه هيحصل هنا feedback إن الزرار اتداس. 3 beeps، 3 صوت من الbuzzer مع 3 vibrations، كده الزرار اتداس. لو إحنا بقى connected بالموبايل هتلاقي إن أنت اتبعت لك رسالة لو أنت متسجل، خلاص بقى شكرًا. لو أنت متسجل as إن أنت الcaretaker دوّة أو الشخص اللي بيعتني بالشخص الضرير، فبيتبعت لك رسالة على التليجرام إن أنت الحق ده في 1، 2، 3. الموضوع ده شغال إزاي؟ تعالوا نحاول يعني. ده موبايل تاني أندرويد، تمام. برنامج سريع جدًا vibe coded. طبعًا أنا بتاع مش هيبان لا يمكن، بس ده الUI بتاعه أنا مش عارف أوريه لكم، أنا مكسل أقلب التليفون الصراحة، صراحةً يعني. بس يعني ده الUI مش عارف أوريه لكم إزاي، بس هتشوفوا الفيديو، كده الفيديو هيبين كل حاجة، تمام. آآ عندي في أوبشنين 2 عُبط جدًا. أول حاجة إن أنا باconnect التليجرام bot بتاعي، تمام، باكونكته في تليجرام bot معمول بtool اسمها botfather، باكونكته هنا، زائد إن أنا باحط الIDs بتاعة الأجهزة اللي هيوصل لها notification. مش فاكر إن أنا كنت حاطط الID بتاعي، مش متذكر أوي، ولكن بمجرد ما أنا بادوس link للcaretaker ده خلاص كده وبasave الsettings، تمام، الcaretaker بتاعي اتحط، فالشخص ده اللي بيعتني بيه هو تمام، بقى معايا والجهاز مسجّله. أي مشكلة هتحصل هيروح جاي عامل إيه، باعت له إنذار. طيب الكلام ده بيشتغل إزاي؟ تعالَ نشغّل السيستم الأول، تمام، أنا هاشغّله دلوقتي. هو كده المفروض أهو وقاعد بيزن، تمام. أنا مش عايزه يطلّع قراءات دلوقتي، فإيه، فإحنا هنخبّيه تحت عشان إيه، هو بيصيح، تمام. هنconnect دلوقتي على البلوتوث اللي جوّه العصاية دي. هتدوس كل الحكاية أنت تدوس connect هيطلع لك ليستة بالحاجات اللي هتconnect عليها، هتلاقي اسم البتاع، تمام، connected والقراءات أهي، دي القراءات بتاعتنا، تمام. وعندنا 3 cases، عندك all clear وعندك warning وعندك danger. أول لمّا بتحصل هنا مشكلة بتسمّع هنا، يعني هتلاقي إن الdistance عمّالة إن هي تقل، يعني أنا هاحاول كده. طبعًا هي مش باينة، والبتاع ده بيزن هو كمان، البتاع ده بيهِز، المفروض الموبايل ده هيكون في جيب الcaretaker، و
زي ما قُلت لكم بما إن هو متوصّل ببلوتوث، فالمشكلة دلوقتي إيه، المشكلة إن أنا مش هيبقى يعني مش هاقدر الموبايل ده حاليًا دلوقتي في الفكر اللي إحنا فيه، الموبايل ده مش هيقدر يبقى معايا أنا مثلًا، ليه؟ لإن هو بيلقط الdata وبيعرف إن في مشكلة والّا لأ عن طريق البلوتوث، فالبلوتوث مش بالrange اللي يلقط حاجة بالمسافات الفلكية دي، تمام؟ الموبايل ده هيبقى مع الشخص وأيًا كان الإنذار اللي بيتبعت عن طريق القرايات الخطيرة دي، بيروح جاي إيه، مبعوت برسالة wireless على تليجرام عادي جدًا، بالتليجرام bot اللي أنت راميه ده، هاعرض لكم برضه إيه في الفيديو هيبان، بمجرد ما بيحصل مشكلة، ما بيحصل الSOS button بيpressed أيًا كان، على طول حتى لو الapp مقفول، حتى لو الموبايل مقفول، هيعمل كل الحوار هو لوحده، يعني تعالوا ندوس على الزرار كده بتاع الSOS. Emergency. SOS panic button pressed on the cane. أنا Help موطّي may الصوت، be needed. ممكن أعلّيه، كده أنا معلّي الصوت، أوكي، قفلت البتاع تاني، زائد إن في delay عشان ما يقعدش يspam الزرار، فاهم، ممكن يكون الراجل أصلًا عايز الremote مثلًا في الآخر مش لاقيه، فما يسبامش الزرار يعني. ما اشتغلش، أهو. Emergency. SOS panic button pressed on the cane. Help may be needed. ف وهكذا الحال مع الdanger مثلًا تمام، السيستم بيبعت notification في كذا حالة، لو هو مقرّب من obstacle أو عائق قدّامه لمدة أكتر من 5 ثواني كده في مشكلة، طب ما أنت كان ممكن توسّع، فأنت إيه، كده في حاجة غريبة شوية، فبيبعت، زائد طبعًا في تسريب الغاز بيعتبرها حالة قصوى وبيبعت على طول، والSOS button برضه بيروح جاي باعت برضه notification للشخص اللي هو الإيه، المعني بالعناية بهذا ال الشخص الضرير. فبس دي كانت الفكرة، الصراحة ممتعة جدًا، كانت متعبة موت، مكلفة موت، بجد على قد بساطتها الموضوع بسيط جدًا، الموضوع عبارة عن 5 sensors بيcommunicatوا مع بعض على موبايل app vibe coded، الموضوع يبان بسيط، بس إحنا كنا حابين الفكرة، يعني طبعًا هي Warning. آه، Obstacle ahead. بصوا أهو بيصيح. طبعًا هي ممكن تطبّق بطريقة أصغر من كده، طبعًا ده مجرد prototype على قدنا، المفروض بقى في حاجة اسمها PSP تقريبًا أو حاجة بتتلحم فيها قطع قصة يعني قصة، طبعًا لو ده منتج عمره ما هيتباع كده، طبعًا عمره ما هيتباع كده طبعًا، لأن هو مش عملي تمامًا. اللي كان ممكن إضافة أخرى تطويرة بالمناسبة الزرار ده كان يعني فكرة أحد أصدقائنا رجالة cyber security، يوسف قنديل، shout out، وكان في فكرة كمان ممكن تتحط هنا، هو في sensor للangles تمام، sensor الangle ده بمجرد ما أنت تبقى ماسك العصاية كده أنت ماسكها عادي، فرضًا هو الراجل وقع مثلًا هتعرف منين؟ العصاية بمجرد ما تميل بزاوية معيّنة، تقدر إن أنت تبعت برضه warning الحق، في مدة زمنية قصيّرة جدًا حصل إن الأنجل اتغيّرت بشكل سريع جدًا، لإن الراجل ممكن يكون عادي بيركن العصاية برضه. فلو هو بيركنها بالراحة، أنت كده بتطُص الشخص التاني، هيخاف على الفاضي، لكن لأ، لكن هي لو وقعت فجأة مثلًا، ففي الأغلب في حاجة، في الأغلب يعني في حاجة، فبالتالي في within مدة زمنية معيّنة قصيّرة، الأنجل حصل لها tilting بسرعة جدًا، فبالتالي هنا برضه في مشكلة، دي أحد الأفكار يعني. طبعًا هي إيه، وبتبعت برضه الGPS بتبعت الlocation بتاعك على الnotification بتبعته إزاي بقى؟ أنت ممكن نركب هنا GPS module بس هنا غالي جدًا، فاستخدمنا برضه دي فكرة أحد أصدقائنا محمد أحمد يونس، shout out محمد أحمد يونس، نستخدم الGPS اللي في الموبايل اللي مع الراجل already إن هو كده معاه، فتمام يعني، فنستخدمه نجيب الprecise location بتاعه ونبعته في الnotification. فبس دي كانت الفكرة، الصراحة تبقى حاجة روشة موت لو فكرة زي كده، أنا ما أعرفش فكرة زي كده متطبّقة حقيقةً والّا لأ كمنتج، بس هي هتبقى حاجة حلوة جدًا، يعني فكرة عظيمة، وأظن عملية، أظن عملية وناس كتير جدًا محتاجاها يعني، غير فكرة العصاية البدائية اللي هي بتتني دي، طبعًا ليها ميزة إن هي بتتني، بس دي هيكون فيها features أكتر، وأظن بطريقةٍ ما مع ناس فاهمة أكتر، ناس professional أكتر، تقدر إن هي تطبّق حاجة تبقى بتتني فعلًا أو إن هي portable أكتر من كده، زائد إن هي يكون فيها كل الtechnologies دي.
فبس كده، يعني شكرًا إنكم شُفتوا الفيديو، أتمنى تكون الفكرة عجبتكم. الكلام ده كلّه نازل في بوست على LinkedIn. أظن أنتم موجبين أصلًا already معاه، بما فيه الكفاية عند قناة عند قصدي صفحة صديقنا محمد أمجد. shout out محمد أمجد، الراجل ده تعب معايا برضه في البتاع ده أوي. بالعكس يعني هو كان بيبذل أكتر الجهد، لإن هي البتاعة دي قعدت معاه فترة هو، الشنيور اللي إحنا مخرّمين بيه بالمناسبة. عملية التخريم دي عامةً كانت من أمتع الحاجات، إن إحنا كنا بنتبسط جدًا إزاي هنخرم حاجة قد السنسور بالضبط، وكنا بنتبسط موت لمّا بتطلع على قدها. يعني أنتم واخدين ما فيش ديفوهات كتير، يعني العين على قد العين يعتبر. العين دي قرفتنا شوية، لإن حصلت حرفيًا تشفيتة سنتي والّا 2 بوّظت الدنيا. ده برضه ده تعبنا جامد، تمام. طبعًا البتاع ده كان المفروض يبقى أصغر من كده بكتير، اللي هو الزرار الصغير، بس هو وقتها يعني ما جبناهوش، نسيناه، فبالتالي ده اللي كان موجود عنده فركبناه بدل ما ننزل تاني وسط البلد. لإن أنت أي حاجة بتنساها أنت بتضطر تروح وسط البلد، تنزل باب اللوق بقى يا رجالة، وأنتم عارفين الناس اللي هناك عاملين إزاي بقى، على عيني وعلى راسي. أقصد يعني إيه، الدنيا زحمة وقرف والجو حر وبتاع، فمش إيه، مش طالبة يعني. خُرم البصر ده كيفنا موت لمّا طلع أول مرّة على قدّه، وهكذا يعني. الprocess كانت ممتعة، يعني معمولة بحُب الصراحة يعني. فبس كده، شكرًا إنكم شُفتوا الفيديو. ما تنساش لو عجبكم الفيديو والفكرة تعملوا like share بس كده. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.